السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن تاني ميكانيزم الخاص بال processing internalization الأنتيجين عشان يديسبلاي بالكلاس 2 MHC molecule. تمام؟ المرة اللي فاتت اتكلمنا على الكلاس 1 MHC والميكانيزم اللي بيحصل بالمراحل بتاعتها من أول ما infected cells ديت وبيجي بالبروتوزوم عشان خاطر يعمل antigen processing ويبايند ال MHC على الانتوبلازميك ريتيكولم وبالترانسبورت يروح للسيرفس عشان خاطر يبدأ يتعرف عليه السيتوتوكسيك تي ليمفوسايت. تمام. وكمان بعد كده اتكلمنا على الكروس برزنتيشن ازاي بيحصل اكسبريس بالكلاس 1 MHC بالرغم ان الانتيجين دي داخل بالاكسترا سيلولار على الانتيجين بريزنتنج سيلز. تمام. في الفيديو ده هنتكلم بقى على تاني ميكانيزم للكلاس 2 MHC. طبعا الكلاس 2 MHC ده بيعرض في الانتيجين بريزنتنج سيل اللي هي بتنجلف الميكروب او الانتيجين عامه من الاكسترا سيلولار الاكسوجينوس. تمام. في عندنا 4 مراحل بتحصل. المرحله الاولى ان عندنا انتيجين انترناليزيشن، ازاي الانتيجين ده بيخش جوه الانتيجين بريزنتنج سيل عشان خاطر يبدا يعرضه للسي دي 4. تاني مرحله البروتيوليتيك ديجراديشن، بعد ما الانتيجين دخل ازاي بيحصل له انتيجين بروسيسنج عشان خاطر يبدا يديني ست سيكونس من الامينو اسيدز الخاص بالبروتين ده اللي هو الانتيجين ده. تمام. بعد كده بيجي البيبتايد بايندنج للام اتش سي كلاس 2 عشان خاطر يكون لي الكومبلكس. بعد كده اخر مرحله الكومبلكس ده ازاي بيروح للسيل سيرفيس عشان خاطر يبدا يتعرف عليه السي دي 4 الهيلبر. تمام. اول مرحله الانترناليزيشن، انتيجين انترناليزيشن. طبعا بيجي ب سيفرال ميكانيزم. الميكانيزم الاول الفاجوسايتوسيس وده خاص اكتر بالدندريتك والماكروفيجز. بيكون في عندنا ميكروب خارج الخليه او انتيجين عامه، فبيجي بينجلف الميكروب ده من خلال ان عندنا في الاميون سيلز دي في عندها pattern recognition receptor. الباترن recognition receptor ده ممكن يكون اف سي جاما عشان خاطر يبدا يتعرف، او المنوز ريسبتور عشان يبدا يتعرف على الميكروب ده. تمام. بعد كده من عمليه الفاجوسايتوسيس طبعا بيبدا يكون بقى السيدوبوديوم حوالين الميكروب ده بحيث ان هو ينجلف. تمام. لداخل الخليه. طيب تاني ميكانيزم اللي هو الريسبتور ميدييتد اندوسيتوزس، ريسبتور ميدييتد اندوسيتوزس، وده خاص اكتر بالبي سيل بحيث ان الريسبتور بتاعها اللي موجود عليها اللي هو الاف سي جام ريسبتور اللي هو البي سيل ريسبتور. طبعا بيبدا الميكروب او البرودكت بتاع الميكروب يتعرف على الريسبتور ده ويبدا يحصل له اندوسيتوزس لداخل الخليه. تمام. تمام. بعد كده اخر مرحله اللي هو البينوسايتوزيس، اللي هو طبعا ده بيكون اكتر في الدندريتك. تمام. لان البينوسايتوزيس دوت هو بينجلف سولوبل بروتين اللي هو السولوبل انتيجين. تمام. تمام. فدي اول مرحله الانترناليزيشن. تاني مرحله البروتيوليتيك ديجراديشن. دلوقتي الانتيجين دخل لي جوه الخليه. تمام. على هيئه اندوسوم او فاجوسوم. بيجي الاندوسوم او الفاجوسوم اللي فيه الباثوجين او اللي فيه الانتيجين او البرودكت بتاع الباثوجين دي بتبايند مع اللايسوسوم. تمام. عشان خاطر يبدا عمليه الانتيجين بروسيسنج. طبعا اللايسوسوم ده بيكون يعني فيها اسيدك انفيرمنت، فيها بروتيوليتيك انزيم عشان خاطر تديجريديت البروتين ده ل بيبتايد سيكونس من الامينو اسيد. طيب اول مرحله الانتيجين انترناليزيشن خلصت. تاني مرحله البروتيوليتيك ديجراديشن في اللايسوسوم خلاص هي يعني على وشك الانتهاء خلاص. تمام. ثالث مرحله بالتوازي مع المرحله الثانيه، الاثنين طبعا بيكونوا مع بعض، اللي هي البيبتايد بايندنج للام اتش سي. ازاي ده بيحصل؟ قال لك ان الام اتش سي الام اتش سي كلاس 2 بعد ما بتنكود من الام اتش سي لوكس خلاص بتكسبريس عشان خاطر تنتج الاستراكشر
طبعا اللي انت عارفه الخاص بالام اتش سي كلاس 2، فتبدا تترانسبورت للاندوبلازميك ريتيكولوم. تمام. طبعا دي بتكون بريماتير. تمام. فطبعا عشان خاطر بدل يعني في المكان ده بيكون فيه طبعا جوه الخليه بيكون فيه كتير ملايين من البروتينات، فعشان نضمن ان مفيش اي بروتين يبايند على البيبتايد بايندنج جروف بيجي في الاندوبلازميك ريتيكولوم الام اتش سي كلاس 2 بيتاسوشيتد ببروتين نون بوليمورفيك طبعا، اللي هو الانفاريانت تشين. الانفاريانت تشين دي مهمته ان هو بيبلوك البيبتايد بايندنج جروف لحين ان نروح على الريسوم عشان خاطر نتمكن ان عمليه الكومبلكس ما بين البيبتايد والام اتش سي تحصل. تمام. طيب بعد ما الام اتش سي بترانسبورت الجيولوجي ابريتس. تمام. عشان خاطر طبعا نحاول نحافظ عليها لحين ترانسبورت لللايسوم. تمام. فبيجي من الجيولوجي ابريتس بيجي فيزلز محيطه بالام اتش سي طبعا اللي عليها الانفاريانت تشين بروتين. تمام. بعد كده بيكون في الاندوسوم. الاندوسوم اللي هي موجوده جوه اللايسوسوم طبعا بعد ما حصل له الفيوزد، هناك البيبتايد جاهز مستني الام اتش سي. فبيجي الام اتش سي اللي موجود في الفيزلز اللي خرج من الجيولوجي ابريتس بيروح بيبايند مع اللايسوم عشان خاطر نلودد عليه البيبتايد. تمام. الانفاريانت تشين طبعا بيحصل له ديجريديشن ما عدا منطقه صغيره جدا، المنطقه دي اسمها سي ال اي بي اللي هي الكلاس 2 اسوشيتد انفاريانت تشين بيبتايد. المنطقه دي بتظل موجوده لحين يجي سبيشاليزد مولكيول اللي هو الهيومن ليكوسايت انتيجين دي ام. دي بتريموفل السي ال اي بي اللي موجود على البيبتايد بايندنج جروف بحيث ان تخرجوا من هنا ويحصل هاي افينيتي للانتيجين بيبتايد اللي هو هيركب مكان السي ال اي بي. وبكده خلاص العمليه اكتملت والكومبلكس تكون. نيجي بقى لاخر مرحله الترانسبورت للسيل سيرفيس. تمام. بيجي الكومبلكس ده يترانسبورت للبلازما ممبرين عشان خاطر يبدا يعرض البيبتايد اللي هو لودد عليه ده للسي دي 4 تي هيلبر سيلز، ويبدا من خلالها بقى ياكتيفيت الاميون سيلز طبعا من خلال الاسيتوكاين، ياكتيفيت البي سيلز عشان خاطر تنتج انتي بودي، او اكتيفيت الماكروفيجز عشان خاطر تديجريديت الانتيجين ده. تمام. طب هتقول لي طب ما هو حصل ديجريديت للانتيجين ده، حصل ديجريديت للباثوجين ده. هقول لك لا، ده كان كانت مرحله، يعني مرحله بدائيه كده، مرحله كتست للكائن الغريب ده. انا عاوز اتاكد كائن غريب بجد ولا ده مرتبط بالجسم. تمام. فده كان الميكانيزم التاني الخاص بالبروسيسنج الانتيجين على الام اتش سي كلاس 2. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.